السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا ملاح. رانا في يوم ثاني من شهر رمضان الكريم، إن شاء الله نصوموا بصحة والهنا. اليوم جبت لكم وصفة تاع لحم الحلو بدون لحم بالفواكه الجافة فقط وبطريقتي الخاصة. نروحوا مع بعض نشوفوا المقادير. أول حاجة عندنا كيلة سكر مع 2 كيلات نتاع الماء. عندنا كيلة فواكه مشكلة من تفاح، عين البقرة، المشمش، عنب مجفف. عندنا 4 كاس ماء الزهر، فلفل أسود، عود قرفة، رند، شوية زبدة، نجمة الأرض. طريقة التحضير: نخلط السكر مع الفلفل الأسود ورند وقرفة ونجمة الأرض والزبدة والماء الزهر حتى يذوب السكر نتاعنا يولي لونه أصفر، ونخليه يغلي. ومن جهة ثانية نفوروا الفواكه الجافة، وكي تفور نديروها على الخليط الأول ونخليهم يطيبوا حتى نشوفوا الطاجين نتاعنا بدا يثقل يعني يعقد، ومن بعد نقدموه. وطريقة التزيين كل واحد كيفاه يزين، كان يزينوا بالاناناس والكيوي، انا اللي كانت عندي راني درتها. وفي الاخير نقولكم صحة رمضانكم، صحة فطوركم، وشكرا على المتابعة، وما تنساوش الضغط على زر الاشتراك.